الفن أسهل طريقة للفلوس والثروة. مفيش نجم أو فنان إلا ورصيده في البنك بيزيد باستمرار. بس يا ترى مين هم أغنى 10 فنانين في مصر؟ مش هتصدقوا الأسماء اللي احنا هنقولها، ولا جمعوا الثروة دي منين؟ تعالوا بقى نقول لكم مين أغنى فنان في مصر دلوقتي. الفنان أمير كرارة ترتيبه من أغنى فنانين في مصر، بيجي في المركز العاشر، وده لأن ثروته قيمتها 300 مليون جنيه مصري. وده مش بس نتيجة شغله في الفن، لأ، ده أمير زود ثروته عن طريق دخوله عالم البيزنس لما قرر يفتح كافيه ومطعم بمول داون تاون القطامية في القاهرة الجديدة، وكمان عنده براند ملابس رياضية. ده غير أجر أمير كرارة اللي وصل ل 33 مليون جنيه في مسلسل العائدون سنة 2023. أما مصطفى شعبان جه في المركز التاسع قبل أمير كرارة على طول، وده لأن ثروته قيمتها 450 مليون جنيه مصري. وثروة مصطفى شعبان ما جمعهاش بس من الفن، لكن ده عنده شركات واستثمار كتير، من ضمنها شركة سياحية في القاهرة وشركة استيراد وتصدير متخصصة في الأجهزة الكهربائية وبتستوردها من الصين. وده طبعا غير أجر مصطفى شعبان اللي وصل 33 مليون جنيه في مسلسل بابا المجال. أما المركز الثامن وده كان من نصيب الفنانة ياسمين عبد العزيز، اللي حجم ثروتها اللي جمعتها من شغلها في الفن حوالي 500 مليون جنيه مصري. وأجر ياسمين عبد العزيز وصل ل 21 مليون سنة 2021. يا ترى بقى كام دلوقتي؟ أما الفنان أحمد السقا فبيجي في المركز السابع قبل ياسمين عبد العزيز على طول، وده لأن ثروته وصلت ل 600 مليون جنيه. السقا اعتمد في زيادة ثروته من هوايته المفضلة وهي الخيل بجانب التمثيل، ومن شدة حب السقا في الخيل قرر إنه يستثمر فلوسه في اسطبل خيل فيه أغلى أنواع الخيول. وجينا بقى للفنان أحمد حلمي، قيمة ثروته وصلت ل 800 مليون جنيه مصري، وده خلاه في المرتبة السادسة من أغنى فنانين مصر. وأحمد حلمي عنده سلسلة مطاعم أشهرهم مطعم في الزمالك، ده غير أجره اللي وصل 15 مليون جنيه سنة 2022. أما في المركز الخامس ده من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، اللي قيمة ثروته حوالي مليار جنيه، ده غير أجره اللي وصل 35 مليون جنيه سنة 2022. أما الفنان رامز جلال قيمة ثروته مليار و500 مليون جنيه، عشان كده جه في القايمة بالمركز الرابع، ده غير أجره في البرامج بتاعته اللي بتوصل ل 3 مليون جنيه في الحلقة. أما المركز الثالث جه من نصيب الفنان أحمد عز، وده لأن ثروته تخطت المليار و500 مليون جنيه. وأحمد عز بيستثمر فلوسه في صالة جيم كبيرة مصممة على أحدث التصاميم وبيروحها عدد كبير من الفنانين. وأحمد عز وصل أجره على مجمل أعماله في 2022 حوالي 23 مليون جنيه. الفنان محمد رمضان يعتبر تاني أغنى فنان في مصر، ده لأن ثروته وصلت مليار و700 مليون جنيه، وده لأن أجر محمد رمضان تصنف الأعلى في مصر خصوصا في فئة الشباب. محمد رمضان خد 40 مليون جنيه في مسلسل موسى سنة 2021، وخد في جعفر العمدة 45 مليون جنيه. أما الفنان عادل إمام بقاله سنين محافظ على تصدره في قائمة أغنى فنانين في مصر، ده لأن ثروته دايما في زيادة اللي وصل حجمها دلوقتي 2 مليار جنيه، وده لأن عادل إمام قعد فترة كبيرة محافظ على مستواه في أجور الفنانين لحد ما وصل أعلى أجر أخده في مسلسل عملوا 40 مليون جنيه في مسلسل فالنتينو في 2020 و30 مليون جنيه في مسلسل ناجي عطا الله، وده رقم مفيش حد في سن عادل إمام خده. هل فعلا أجور الفنانين المصريين يستاهلوا كده؟ شاركنا برأيك.